مرحبا بكم أخبار يومية، مصدركم لكل جديد. تابعونا. في الايام الاخيره ولات هجمات الكلاب موضوع كيقلق بزاف ديال المغاربه. من طنجه حتى لمراكش حوادث صادمه خلات الناس يتسائلوا فين وصلت السلامه في شوارعنا. واش حنا قدام حالات معزوله ولا ظاهره كتكبر وخاصها تدخل عاجل؟ في مدينه مراكش وبالضبط في تجزئات ارقام الطاقه الشريفيه تم تداول فيديوهات واتقات هجمات عنيفه ديال الكلاب شرسه على مواطنين. اول حادثه كانت مع شاب رياضي كان كيمارس الجري ديالو بشكل عادي قبل ما يتفاجأ بهجوم من مجموعه ديال الكلاب. تدخل الماره وبعض السائقين ساهم في انقاذه، ولكن رغم ذلك تعرض لاصابات بالغه. وقبل هذه الحادثه بساعات قليله طفل صغير حتى هو كان ضحيه نفس الكلاب وتمكن بصعوبه من الهروب بعد ما دخل حديقه المنزل ديالو مع بعض الجروح في الرجل. لكن المعطلزات صدم الناس هو ان هذه الكلاب ماشي ضاله، بل مملوكه لاحد السكان ترك الطليقه بدون مراقبه. هذا الاهمال خلق موجه غضب كبيره ومطالب واضحه بمحاسبه المسؤول، حيث السلامه ديال المواطنين ماشي امر ثانوي. وقبل حادثتي مراكش باسابيع قليله كنلقاو حادثه اكثر خطوره في طنجه فين لقى شاب مصراعو بعد ما هجمت عليه كلاب الشرسه. هاد الحوادث المأساويه رجعت النقاش بقوه وخلات بزاف ديال الناس يشوفوا بان المشكل ولا كيكبر وما بقاش مجرد حالات معزوله. اليوم سواء كانت كلاب ضاله ولا مملوكه، في غياب المراقبه والمسؤوليه كيحولها لخطر حقيقي على حياه الناس. السلامه في الاماكن العامه حق لكل مواطن، واي تهاون في هذا الجانب ممكن يؤدي لنتائج خطيره لا تحمد عقباها. بين ضروره حمايه المواطنين واحترام التعامل الانساني مع الحيوانات كيبقى الحل محتاج للتوازن، ولكن قبل كل شيء محتاج المسؤوليه ومحاسبه. شنو رايك في هذا الموضوع؟ واش كتشوف خاص قوانين صارمه لملاك الكلاب في المدن ولا كاين حلول اخرى؟ خليو ارائكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنسوش تابعونا على اخبار يوميه.